مساء الخير. نحكي اليوم عن قضية كتير مهمة لازم نضل نذكر فيها حتى ما ينتسوا. أول شي بتمنى من الكل يشترك بقناتنا اليوتيوب، قناتنا التليجرام. اشتراك مجاني. بالنسبة لليوتيوب فينا نحط الروابط على فيسبوك ومنها تفوتوا، وبالنسبة للتليجرام هو اشتراك، تنزلوا التطبيق وتشتركوا فيه، فهو شي ضروري كتير بهاي المرحلة بسبب تقييدات فيسبوك والبلاغات الكتير اللي عم تجينا فيسبوك، تيك توك، انستغرام. فمنفضل نشتغل على قناتنا اليوتيوب حتى يبقى نقدر نحكي كل الأفكار ما نحذف منها أي شيء. راح أحكي اليوم عن المغيبين قسريا اللي نسيون. طبعا قسم من الكلام عن المغيبين في المرحلة السابقة، المرحلة الديكتاتورية السابقة، اللي نساهم الجولاني وما بقى اهتم لهم بعد ما وصل للسلطة. ما بيعني له بقى كتير وين المفقودين، وين العالم اللي راحت. تاجر فيهم شوي، صور شوية فيديوهات وصيدنا اياه للأسف مؤلمة، وخلاص استفاد منها إعلاميا ومشيت. لكن ما تبع الأمور ولا تبع الأهالي اللي صايبون الضحايا أو المفقودين أو كذا، ما بيهمه، ما بيعني أبدا. القسم الثاني المطور اللي نحكي عنه هو 30,000 معتقل اللي تم اعتقالهم من بداية سقوط نظام الدكتاتور بشار الأسد وحتى اليوم. هدول 30,000 توزعوا على سجون عديدة، بعدها في مدينة إدلب، في حارم وغيرها، وغير معروف شو عم يصير فيهم. وصلني أخبار أحيانا قسم تم تصفيته أو مات، لكن بدون وثائق ما فيني أنشر شيء بكفي العالم خايفة على أولادها. هذا العدد في منهم أبدا ما قاتلوا لا مع النظام ولا غير النظام. في عالم ما عمرها 20 سنة كانت بالبادية لمقاتلة داعش وسلمت سلاحها وتم اعتقالها. وفي آلاف المعتقلين خلال 3-4 أشهر فوتهم الجولاني للسجن وما خبر عنهم شيء. يضاف إلى هذا الرقم 30,000 خلال مجازر الساحل. في عندنا اليوم صحيح وثق المرصد السوري حقوق الإنسان وغيره 2000 إلى 3000 إنسان تم قتله واستهدافه، لكن في عندنا آلاف المفقودين في منطقة كانت محاصرة من كل اتجاه من الجولاني. طبعا ما عم نحكي عن راحة لبنان لأنه أعداده مسجلة ومعروفة. ففي عندي يضاف إلى 30,000 مرحلة لحد 20,000 مفقودين، في عالم قتلى واندفنت في مقابر جماعية. فأنت اليوم عم تحكي ب50-60,000 مو معروفين. هدول 30 منهم ألف أكيد بالسجون، ما بنعرف العدد زاد لل50,000 أو تم تغييبهم قسريا أو رميهم بالبحر، أو مثل ما شفنا صور لعالم محروقة جثثها أو بالبلدوزرات، أو مثل ما كشفت CNN مقابر جماعية. فعندنا اليوم مشكلة كبيرة تضم 50-60,000 جدد غير اللي كانوا أيام النظام. عم نحكي عن 50-60,000 جدد موجودين من لحظة سقوط النظام إلى اليوم، مو معروف عنهم شيء. أكيد في منهم 30,000 كانوا قبل أحداث مجازر الساحل موجودين بسجون الجولاني. هذا الأمر بذكرنا أنه ما ننسى مسلمة الأحداث عذراء العمالية. يوم فاتت جماعة زهران علوش والنصرة والقاعدة وداعش، كلهم أنا بالنسبة لي نفس الشيء، فاتوا وارتكبوا مجازر بحق المدنيين. طبعا قاموا باعتقال أكثر من 7,000 بين عسكري ومدني، وقتل أنهم علويون أو دروز أو مسيحيون، وتم إجبارهم. حضرنا كثير فيديوهات وزعوهم في أقباص كانت تفتل بمنطقة دوما وغيرها بحجة إنه ما يضربوا النظام لأنه في مدنيين. وهدول في منهم شغلوهم بحفر الأنفاق العظيمة اللي شفتوها اللي توصل دوما بدمشق. لكن بعد ما طلع زهران علوش وجماعته وقاموا بنقلهم إلى إدلب، اكتشفنا أن أصل 7,000 تم تسليم فقط 150 إلى 160 سجين ومغيب قسريا. يعني ماتوا 7,000 أغلبيتهم بسجون زهران علوش. هدول كمان بخلينا نخاف على حاليا الموجودين إنه ما تنسى قضيتهم. أنا برفع صوتي كبير، ما يصير فيهم مثل عذراء العمالية، ما يصير فيهم كمان مثل اللي انسجنوا سجون النظام واختفوا ما حدا عرف وينهم، يعني ما حدا اهتم لهم. بتمنى كل السوريين المغيبين قسريا من كل الطوائف، من السنة والعلويين والمسيحيين والدروز والإسماعيليين، سواء مؤيد معارض، حتى يعني سواء مجرم أو مذنب، كله هذا يحتاج محاكمة عادلة والبريء يطلع. وحاجتنا السجون، قضينا عمرنا بالسجون، فضوا لنا السجون ورجعوا كل العالم لأهله، واللي بده يتحاكم يتحاكم. نتمنى ما تنسوا قضية المغيبين قسريا السوريين في سجون الجولان.